بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حمدا لله وشكرا وصلاة وسلاما على الأنبياء والمرسلين أجمعين، ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين والصحب الكرام والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، استكمالا للقاء المبارك مع سيادة المستشار الإعلامي خميس إسماعيل، المستشار الإعلامي والسياسي للحملة المصرية لدعم الدولة للإعلام لمحاربة الإرهاب والفساد والأفكار المتطرفة. نلتقي مع سيادة السفيرة نجاح المهدي. اهلا بحضرتك. يبارك الله بحضرتك بسم الله ما شاء الله، لا قوة الا بالله، نموذج مبهج. الله يبارك فيك. يعني مشرف للمرأة المصرية. الله يبارك فيك. أحب أتعرف على حضرتك أولا، ثم ما تقوم به الحملة تحت امرك من دعم الدولة المصرية. تفضلي حضرتك. دكتورة نجاح المهدي، مدير علاقات عامة في جريدة الأنباء الدولية اليوم، مديرة علاقات عامة ونائب رئيس مجلس إدارة في جريدة أخبار العالم، قناة أخبار العالم مصر بين يديك، صاحبة شركة التقوى جروب، سيدة أعمال شغلي على مستوى العالم، شركتي تسويق شامل لجميع المجالات. بارك الله. مستشار إعلامي لمبادرة الجيل القادم بالأردن، رئيس لجنة التعليم في مؤسسة رائد للسلام بالعراق. ما شاء الله. رئيس مدير علاقات عامة في الحملة المصرية لدعم الدولة، وفي الأكاديمية المصرية للإعلام، وفي المؤسسة المصرية للإعلام. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم زد وبارك واحفظ وحافظ. اللهم بارك. يسعدنا إننا نرى نماذج مثل هذه وزيادة. أحب أتعرف من حضرتك على ما تقوم به الحملة في خدمة المجتمع في تلك الآونة العصيبة، غلاء الأسعار مثلا. تفضل حضرتك. احنا النهارده في مركز المحمودية، في مركز الحومدية في محافظة الجيزة. جميل. بالقاهرة. بنفتتح المقر رقم 48 للحملة المصرية على مستوى الجمهورية. ما شاء الله. الحملة بتقوم بدور في المجتمع المصري. نعم. دور خدمي. نعم. بتقدم الخدمة مجاني لكل المواطنين. بنعمل دورات تدريبية وتثقيفية. بنعمل دورات تدريبية على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة. عندنا 1000 حرفة. أنا كسيدة أعمال قايمة بمبادرة عشان أساعد في تنمية الاقتصاد الوطني البلدي